ده مات ارمسترونج ومع عربيه قمه الجمال من لامبورجيني بيشتري لامبورجيني اوروس عشان يديها لصديقته، وكانت ارخص بكتير من الجديده. ده لان شراء عربيه سبورت عامله حادثه تعتبر خطوه جريئه. ده لان الاضرار الخفيه ما بتظهرش غير بعد ما بتبدا شغل. بس بحكم خبرته النوع ده من المشاريع مش جديد عليه، خصوصا مع الموديلات الاوروبي اللي بتحتاج شغل تقيل. فلو انت بتحب السوبر كارز وتصليحها كمل الفيديو ده للاخر، وما تنساش تصلي على النبي وتعمل سبسكرايب للقناه. العربيه دي وهي سليمه سعرها بيعدي ال 240 الف جنيه استرليني، لكن بسبب حالتها سعرها كان لقطه. واما شاف صور اللامبورجيني لاول مره في المزاد بيقرر انه يشتريها. المزاد بدا ب 26 الف استرليني وريسي عليه في الاخر ب 120 الف استرليني، يعني بنص ثمن الجديده. الرقم كبير بس العربيه بجد تستاهل. بتوصل لامبورجيني اوروس اول مره الجراج، بس ركنها في الجراج لمده 10 شهور، وده لانه كان مشغول بتصليح عربيه تانية وهي الرانج روفر، وبتكون مع صديقته وبتستخدمها للاستخدام اليومي، وبتمشي بيها مسافه بتوصل ل 175 ميل. وبعد العشر شهور قرر انه يبدا في تصليح اللامبورجيني اوروس، فبيبدا بفحص العربيه. مع ان العربيه عامله حادثه جامده في المقدمه، الا ان ده ما يخفيش جمال الاكزوست تيب والجنوط اللي بمقاس 23، وشكلهم فعلا مبهر، وكمان الفرامل كربون سيراميك. وطبعا داخليه العربيه، وبيلاقي غطا المحرك مرمي في الشنطه. فتح الكبوت والصدمه الحقيقيه ظهرت لما ركزوا في التفاصيل اللي خلت سعر العربيه ينزل للنص. بيلاقي ان قطع كتير مش موجوده زي الاكسدام الامامي، والرفرف اليمين والشمال متدمرين، والجنط متجرح ومخبوط، والازاز الامامي مخبوط من تحت، والايرباجز كلها اتفتحت. بس ده كله ما كانش مشكله بالنسبه له. المشكله هنا ان دراع الشاسيه الشمال مترحل جامد من مكانه، لدرجه ان السب فريم مش راكب في مكانه والعجل بيحك في الشاسيه نفسه، وبوابه الهواء للموتور مخلوعه وواقعه تحت. وده خلى فيه شك ان الموتور ممكن يكون فيه كسر او مشكله كبيره. واللي قلقه اكتر ان كان عرض المزاد مكتوب ان المحرك مش بيدور. الموتور هنا هو الفي 8 بسعه 4 لتر توين تيربو، وبيطلع حوالي 641 حصان مع عزم دوران بيوصل ل 850 نيوتن متر، وبتوصل من 0 ل 100 في 3 ثواني ونص. وده نفس الموتور اللي بينزل في الاودي ار اس 6 وبورش كاين تيربو، وكمان البنتلي بنتيجا في 8. رغم ان البلوك واحد، لكن لامبورجيني اوروس بتتميز عنهم بسوفت وير اعنف بكتير، وكمان صوت اكزوست مختلف، وتعديلات في نظام التبريد عشان تستحمل القرص العالي لفترات اطول مقارنه بالباقيين. الموتور ده مانيفولد السحب بتاعه بلاستيك، والخطر هنا ان مع الحادثه ممكن اجزاء بلاستيك تكون مكسوره واتشفطت جوه الموتور. عشان كده القرار كان لازم يحاولوا يدوروا المحرك قبل ما يبداوا في اي فكوا الكبوت وطلعوه من مكانه، ودلوقتي محتاجين مصدر للطاقه عشان يشغلوا العربيه. والبطاريه اللي معاهم ميته، وفي اللامبورجيني اوروس الموتور بيكون قدام والبطاريه ورا، بس لامبورجيني سايبين توصيلات للبطاريه قدام عشان يسهلوا الوصول ليها في حالات الطوارئ. فاستخدموا جامب ستارتر ووصلوها بنقطه التوصيل اللي تحت الكبوت، وبيفتح الشنطه ورا وبيوصل للبطاريه. وفتح الكونتاكت عشان يتاكد من كميه البنزين الموجوده في العربيه، وكمان شاف مستوى الزيت، بس معرفش يحدد كميه الزيت اللي في العربيه غير ما يدورها الاول. وبعد كده نضفوا مسارات الهواء من التراب عشان مفيش حاجه تدخل على التربو او الموتور، وعشان يزود مساحه انه يعرف ينظف مسارات الهواء كويس جدا من التراب. هنا هو بيشرح دوره الهواء المفروض تمشي ازاي. الهواء بيتسحب من الاير بوكس اللي فوق، وبعدين بيدخل على التربوهات عشان تعمل البوست، وبعدين ينزل في المواسير اللي تحت دي عشان يوصل للانتركولر على الجنبين ويبرد الهواء قبل ما يزقه جوه الموتور. بس المشكله دلوقتي ان الدوره دي مش مقفوله، يعني مفيش وصله ترجع الهواء للموتور. فلو العربيه دارت التربو هيسحب هواء ويطرده بره في الشارع على طول، ومفيش اي بوست حقيقي واصل للموتور. هو مش متفائل انها تشتغل بالوضع ده، بس بيقول لو الموتور بس لف دي لوحدها هتبقى علامه كويسه. وصديقته بتدخل جوه العربيه وبتدوس على زرار الستارت انجن، بس العربيه ما بتدورش، وده بسبب ان البطاريه ميته. ابوه بيجيب وصله كمان لان البطاريه فولتها عالي، وبتجرب مره كمان وفعلا المره دي بتشتغل. دلوقتي الموتور الجبار اشتغل بعد شهور كتير من الركنه، وبيكونوا مبسوطين جدا. وصوت الفي 8 حتى وهو مش في احسن حالاته صوته حلو جدا. صوت الموتور كان منتظم ومسموع، ده لان مواسير التربو مفصوله، وده اكد ان بلوكة الموتور سليمه. بعد ما الموتور دار واتاكد انه سليم، بدات مرحله ادخال الوحش الايطالي جوه الجراج. العجلتين اللي قدام مش هيتحركوا، فابوه جاب كوريك ورفع العربيه حاجه بسيطه، وبينزل العجله على قاعده صغيره بعجلات شبه اللي بتكون في المعارض لسهوله الحركه، وبيكرر نفس الطريقه على العجله التانيه. وبعد كده بيسحبها بالبي ام دبليو، العربيه بتتحرك بصعوبه. وقبل ما يشتريها كان لها اخبار كتير عن الحادثه، وان اللامبورجيني خبطت في اتوبيس وقت عاصفه ثلجيه، وده كان بسبب التلج وتمسك الاطارات مع الارض انعدم. واخيرا العربيه دخلت الورشه، وحاولوا يدوروها مره كمان جوه الجراج، وفعلا دارت ورجعوها لورا حركه بسيطه. وبعد كده رفعوا العربيه على الرفعه، وبدا يشوف كل الاضرار اللي في العربيه من تحت. الكوبلين او دراع التوجيه الشمال متني جامد، بس في الناحيه التانيه كان سليم. شالوا الكفر اللي مغطي الجزء السفلي الامامي. دلوقتي هو محتاج يشتغل على خبطه الشاسيه من اتجاه الشمال، وعشان يبدا شغل عليها لازم يفضي كل المكان اللي حواليها. فبيبدا يشيل العجله من مكانها، وبيبان قدامه حجم الكاليبر وبيكون حجمه كبير جدا، وده لانه ب10 بساتم.
وده بيكون اكبر مكبس في تاريخ السوبر كارز، وبيشيل كارترتين متقطعين كانوا موجودين فوق العجل، ومن جوه ما بيكونش فيه اي ضرر في المكان ده. دلوقتي الخطه انه هيشيل المحرك من العربيه، بيفك ادراعه التحكم والوصله بين الهب للعجله وادراعه التحكم للسسبنشن، وبيفك اي سنسور من مكانه، ووصلات حساس الاي بي اس شالها هي كمان. بيشيل الكاليبر العملاق من مكانه، وديسك الفرامل ده بيكون كربون سيراميك، سعر الديسك الواحد بيكون حوالي 5000 دولار، فبيشيله بحرص عشان اخر حاجه يتمناها انه يقع ويتكسر منه. بيرفع القرص لاعلى مستوى في الرفع عشان هينزل الموتور والفتيس مع بعض كقطعه واحده، فلازم يفك اي حاجه متوصله بيهم زي الدرايف شافت ومواسير العادم. بيفك السنسورات الموجوده عند الشكمان، وكل المواسير متثبته بوصلات معدن، ففكهم كان سهل ومفهوش مشاكل. كان فيه بس كام مسمار مصدي، فبيختار الحل الاسهل وهو انه يقطعهم بالصاروخ. حجمه كبير اكيد بس وزنه خفيف لان اغلبه من التيتانيوم. الخطوه الجايه انه يفك عمود الكردان، وعمود الكردان ده بيكون موجود في عربيات الدفع الخلفي او الرباعي، يعني لو عربيتك دفع امامي فالعمود ده مش موجود فيها، لانه بياخد الحركه من الفتيس للكورونا او الديفرنشال وبعدين العجله الخلفي، وبخبطه جامده بيشيل العمود من مكانه. وسعر قطعه زي دي بيعدي ال1000 دولار. بيفك كل المسامير المثبته الفتيس في الشاسيه، فصل قطمه الدركسيون او عمود التوجيه عن الاسكاترا، فكوا قواعد الفتيس والضفيره الخاصه بيه، وبيفكوا كل المسامير المثبته السب فريم في الشاسيه. كده مش فاضل غير فصل الاي سي يو، وبعدها بيفك خراطيم البنزين، وفي الاخر فك مسامير السب فريم اللي شايله الموتور، ولقى مسمار منهم متني جوه الشاسيه بسبب شده الخبطه. جاب باليته خشب اللي هينزل عليها الموتور، وفك اخر مسمارين مثبتين المحرك، ورفع الجسم العربيه لاعلى مستوى. وبكده قلب اللامبورجيني بقى بره العربيه، وقدامهم المساحه اللي تخليهم يكشفوا على الشاسيه بوضوح. الشغل كله في الدراع الشاسيه الشمال، هو اللي اخد الحادثه كلها. دلوقتي المشكله اللي معاه ان لامبورجيني مش بتوفر داتا المقاسات غير الورش المعتمده بس، فالحل الاسهل والاسرع انه ياخد مقاسات الشاسيه من شركه اودي، لانه مفكر ان الاودي كيو 7 هي نفس الشاسيه الاوروس. فطبع ورقه عليها المقاسات المظبوطه، وبيبدا يقيس المسافه بين دراعات الشاسيه بالمليمتر، وبتكون 470 مللي زي ما مكتوب فعلا. والقياس بيكون من 3 نقط. القياس في اول نقطه كان مظبوط، لكن المقاس من النقطه الثانيه كان بعيد تماما عن المقاس المطبوع في الورقه. فبيكتشف في اللحظه دي انه المفروض يقيس على نفس مقاسات الاودي كيو 8 بدل الاودي كيو 7. هنا بيراجع حساباته على السبوره. بيكون اشترى القرص ب 120 الف جنيه استرليني، رقم كبير جدا بس لسه حافظه قيمتها حتى لو هي متدمره. 7 شهور كتير مركونه لان مفيش اي قطع غيار مستعمله بتتعرض للبيع، وكل القطع الغيار اللي بيلاقيها بيكون السعر مبالغ فيها، ومش هيقدر يشتري كل قطعه من شركه لامبورجيني لانه كده حرفيا هيكون خسر في تصليح القرص. دلوقتي بيرجع يشوف تاني المقاسات اللي هيقيسوا على اساسها. بيكتشف انه كان اصلا بيقيس من المكان الغلط، لان الدراع الشمال اصلا هو اللي مخبوط وواخد الحادثه، والدراع اليمين سليم وما اتحركش من وقت الحادثه. ولما بياخد المقاسات من الدراع السليم بيكون ظبط كل حاجه وعارف خطوته الجايه ايه. دلوقتي الخطوه الجايه هتكون تركيب الدراع السليم مكان المتدمر في الحادثه. بدا يشيل الدهان من على الصواميل، والصواميل قدر انه يفكها بسهوله. عمل كده في كل المسامير اللي قابلته، وابوه كان بيساعده في الجهه التانيه عشان يخلص اسرع. عرض الجزء ده لحراره عاليه عشان يفصل الدراع عن الشاسيه، وفي الاخر فك الدراع بسهوله من غير ما يقطع في الشاسيه العربيه. وهو بيركب الدراع الجديد لاحظ ان الفريم الداخلي للرفرف من ناحيه الشمال مخبوط بسبب الحادثه، وكمان خبطه خفيفه في الجزء اليمين، فقرر انه هيشيلهم من الجزء الامامي بنفس الطريقه اللي فك بيها دراع الشاسيه. وبعد ما شال كل الاجزاء المتضرره بسبب الحادثه بدا في تركيب دراع الشاسيه الجديد. ثبته في مكانه بشكل مبدئي، وقاس المسافات عشان يتاكد ان كل حاجه سليمه قبل ما يربط اي مسمار، وفعلا بتكون المقاسات مظبوطه. فبيثبت دراع الشاسيه بكام مسمار ويرجع ياكد على القياسات تاني، ولازم يتاكد من المقاسات كذا مره لان اي غلطه بسيطه هتخليه يفك الشغل ده كله ويقعد يظبطه من الاول. وبشنيور بيعمل اخرام لتركيب مسامير البرشام، خرم كل اماكن مسامير البرشام وهيحط لزق قوي جدا عشان يلزق الدراع في مكانه، ورجع دراع الشاسيه في مكانه وثبته بالمسامير مكان الفتحات اللي كان عاملها. بعد ما ثبتوا الدراع في مكانه مات وابوه بيتمرجحوا عليه عشان يتاكدوا من صلابته. كان اشترى قطعتين جداد مكان اللي شالهم، بيبدا في تركيبهم بنفس الطريقه، بيحدد اماكنهم وبيخرم بالشنيور مكان مسامير البرشام، وبنفس الماده اللاصقه بيحطها على القطعه الجديده، وفي الاخر بيثبتها في مكانها بمسامير البرشام. والخطوه اللي بعدها كانت انه يجهز كل القطع الجديده للدهان. صنفرها كويس ورشها ببرايمر يمنع الصدى، وبيحطوا سيليكون عازل في اماكن تجميع الشاسيه. وبتكون اخر خطوه هو انهم يرشوا القطع بلون اسود. كده يكون خلص شغل الشاسيه، وهيتجه بعد كده لقلب القرص. الموتور كان خرجوه بره الورشه عشان ينضفوه كويس، فجابوا شركه متخصصه عشان هيرشوا المحرك والفتيس بدراي ايس. وتقنيه الدراي ايس دي بتعتبر الحل السحري لانها بتنسف الشحوم والزيوت المتراكمه بقالها سنين، وده من غير ما تستخدم نقطه ميه واحده تأذي ضفيره الكهرباء او الحساسات. ويستخدموا التقنيه دي عشان يرجعوا الموتور كانه لسه طالع من المصنع. وبعد التنظيف ابوه لاحظ ان قاعده الموتور مكسوره، وكمان الكسر ده مسمع في السب فريم. وفي نفس الوقت ده شركه لامبورجيني اصدرت موديل الاوروس برفورمانتي، عربيه اخف واجدد من اللي معاه. فالاصدار ده كده مش في صالحه لانه ممكن سعرها ينزل جامد اما يجي يبيعها،
فدلوقتي لازم يصلحها في اسرع وقت، فبيدور على قعدة الموتور من اودي كيو 7 وبيلاقي حد عارضها ب 66 جنيه استرليني، والصف فريم الامامي برضه من اودي ب 350 جنيه استرليني. بتوصل القطع اللي هو طالبها، اما فك تغليف القطع اللي طلبها بيكتشف انهم مختلفين عن بعض. الاودي فيها مكان لاربع مسامير، اما اللامبورجيني فيها مكان لست مسامير مش اربعه بس. واللي خلاه يطلب من اودي كيو 7 ان مقاسات الدراع والجزء الامامي كان زي الاورس، فكان مفكر ان القواعد والصف فريم هيكونوا نفس الحاجه، فطلب الصف فريم المظبوط، وكده يكون خسر 700 جنيه استرليني. ودلوقتي هينقل الموتور الايطالي للصف فريم الجديد. اول حاجه بيفكها بتكون نظام التعليق، وفك كميه مسامير كتير جدا، وفي الاخر فصل الموتور عن الصف فريم بتاعه. هيفك كل حاجه من الصف فريم القديم عشان ينقلها في الجديد، وبالمره هيبدل دراع التوصيل الخارجي اللي كان متني بواحد جديد. بدل دراع التوصيل ورجع كل حاجه في مكانها تاني. بدأ يركب كل حاجه في الصف فريم الجديد. ركب دراع التوجيه وقدامه الانتريول بار. القطعه دي هي كلمه السر في الهاندلنج، لانها بتربط العجل ببعضه وبتخلي العربيه ماسكه نفسها في الملفات. نزل العربيه المستوى يخليه يقدر يربط الصف فريم بالشاسيه، ثبتهم بمسمارين ورفع العربيه وكل حاجه كانت مظبوطه. الخطوه الجايه انه يرجع المساعدين مكانهم من تاني. ربط كل حاجه في الشاسيه، ولازم يتاكد ان كل قطعه في مكانها ومظبوطه قبل ما يرجع الموتور في مكانه. ركب ديسك الفرامل وبعدين ركب الكاليبر العملاق. كرر نفس العمليه دي في الجزء الثاني، ولكنه لاحظ ان المقص العلوي كان متني جامد فهيطلب واحد جديد، وبيرجع يكمل ربط في باقي القطع. ربط العجلتين في مكانهم وفي الاخر نزل العربيه على الارض. دلوقتي فاضل تظبيط المحرك ويرجعه في مكانه من تاني. الحادثه اثرت على مقدمه المحرك، واكتر جزء اتاثر كان المانيفولد زي ما شفنا في اول الفيديو. اشترى مانيفولد جديد ب 172 جنيه استرليني لان القديم كان مكسور واي شرخ فيه بيضيع ضغط التربو. اشترى كمان اتنين سروتل بادي سعر الواحد 193 جنيه استرليني، وكمان كمبروسر التكييف الطنبوره بتاعته كانت معوجه وللاسف ما بتتغيرش لوحدها، فغيروا الكمبروسر بالكامل وبيكون سعره 746 جنيه استرليني. وجاب بكرتين اللي بيلف عليهم السير ب 67 استرليني، وكده الميزانيه فتحت منه على الاخر. بيكونوا مكسورين فبيبدلهم، بيكونوا متثبتين بمسمارين فبيتفكوا بسهوله وبيركب الجديد مكانهم. محرك الفي 8 معقد جدا من كتر مواسير البلاستيك الموجوده فيه الخاصه بمنظومه التبريد. بيبدل كل المواسير المتهالكه قدامه بمواسير جديده، وعشان يقلل التكلفه شويه بتكون ماسوره التبريد الخاصه بالانتركولر مضغوطه ومتنيه فبيستعدلها بالحراره. وسعر القطعه دي بس بيكون 516 استرليني، فبيبعتها لورشه متخصصه عشان ترجعها لشكلها الاصلي. بيطلب داون بايب للشكمان صوتها هيفجر الجراج بعد ما تركب. بيركبها من اتجاه المحرك وبيوصل بقيه الاجزاء في الاكزوست. كده بيكون فاضل له انه يركب قواعد الموتور الجديده. طلبهم من بنتلي منتجه اللي بينزل لها نفس المحرك بسعر 140 استرليني. التركايه هنا ان قاعده منهم كانت معكوسه. فك الوش بتاع القديمه وركبه على جسم القاعده الجديده، فكده عملوا قاعده هجين ووفرت فلوس كتير واشتغلت زي الفل. بيركب الناحيه اليمين الاول وبعده الناحيه الشمال. بيركبه بسرعه وبسهوله. هيغير الكاوتش لان حالته متدمره على الاخر. فك اول مسمارين تمام، لكن التالت كان مكلبش وما بيفكش خالص. فجرب من مفتاح العزم بيكون دراع طويل وبيفك اي مسمار مكلبش. في الاخر فكهم وبعتهم لورشه متخصصه. دلوقتي هيرجعوا الموتور والفتيس في مكانهم من تاني، بس بيواجهوا صعوبه كبيره جدا في تنزيل المحرك على قعدتين الموتور. ده غير ان الانتيك مانيفولد المفروض يكون سليم، لقاه مخروم وفيه اجزاء بلاستيك جواه. الحاجه الكويسه الوحيده اللي هنا انه اكتشف العيب ده دلوقتي، لانه لو ما كانش اكتشفها وكمل ودور الموتور كان الله اعلم بكم الاضرار اللي هتحصل. بيروح يستلم من الماسوره المعدن اللي كانت متنيه، وابوه كان جاب انتيك مانيفولد مستعمل. بيركب كل حاجه في مكانها تاني، وبيحاولوا مره كمان في تركيب المحرك في مكانه، والمره دي فعلا بيدخل في مكانه مظبوط من غير اي مشاكل. بيربط المسامير اللي بتثبت المحرك في السب فريم، وبيرفع الرفعه لاعلى مستوى وكل حاجه بتكون مظبوطه. بيكمل ربط لكل المسامير الباقيه في الشاسيه. بيركب درايف شافت او عمود الكردان في مكانه تاني، وبتكون طريقه تركيبه سهله. في الجهه الاماميه بيركب كل مواسير الانتركولر. ركب الكوبلين الشمال في مكانه، ومن فوق وصل كل فيش الكهرباء والحساسات. جاب كميه كبيره من الحساسات الناقصه والكليبسات عشان كل حاجه تثبت في مكانها. والارض بقت عباره عن قطع غيار بس. اما بيبدا في التجميع بيلاقي كذا سلك مقطوع، فعشان يسرع الشغل طلب ضفيره كهرباء كامله. اكيد مش ده الحل الارخص، لكنه عايز يخلص المشروع ده في اسرع وقت. بيوصل له الرادياتير، وده بيكون اكبر رادياتير انا شفته. في الطبيعي واغلب المشاريع اللي شفناها ان جزء تركيب الرادياتير ده ما بيكونش فيه مشاكل، لكن في المشروع ده بيقول ان ده اكتر رادياتير معقد اشتغل عليه. في المقدمه موجود كوندنسر التكييف عادي، وبيكون ليه خرطومين لغاز الفريون، واحد سخن والتاني بارد، وكمان في 2 رادياتير في الجناب للتربوهات. ده كله طبيعي، لكن اللي معقد الموضوع هي منظمه
نظام التبريد المحرك نفسه. وحش ايطالي زي الاورس وعليه محرك V8 ضخم، اكيد انتركولر واحد مش هيقدر يبرد الوحش ده. في مضخه ميه رئيسيه في النص، وكمان زودوا 2 صغيرين عشان الميه اللي داخله تقدر تبرد الموتور بافضل طريقه ممكنه. وكمان في صمام متحرك موجود عشان يبرد الفتيس، وده ليه نظام تبريد منفصل كامل. لما يكون الزيت اللي موجود في الفتيس بارد، الصمام بيكون مقفول ومفيش ميه بتعدي، لكن اول ما الزيت بيسخن الصمام بيتفتح وسائل التبريد بيمر في المواسير، وكده الفتيس بيحتفظ بدرجه الحراره الطبيعيه. ركب ماسورتين التكييف في مكانهم، وثبت كل المسامير اللي هتمسك الجزء الامامي. اما ثبت كل حاجه، دلوقتي جاهز انه يزود العربيه بسائل التبريد وكمان زيت المحرك. كان ركب في الاول داون بايب، بس دلوقتي بيقرر انه هيغير الشكمان كله بواحد كامل من التيتانيوم. المميز في الشكمان ده انه بصمام كهربائي بيتحكم في الصوت. ثبت الشكمان في جسم العربيه، وبيعدي الضفيره بتاعته لشنطه العربيه. فتح الشنطه عشان يستلم السلكين وما كانوش ظاهرين قدامه. فك فرش الشنطه وبيمسك السلكين، وبعدها بيرجع كل حاجه في مكانها. خبى وحده التحكم في مكان الولاعه، وبيتاكد بالريموت ان كل حاجه متوصله تمام. بيبدا يملى زيت المحرك وبيفضي ازازتين زيت كاملين، وبيملى سائل التبريد، بس بيلاقي تسريب جامد، وبيكتشف ان قربه الميه مخرومه من عند الخرطوم. فبيطلب قربه جديده، وعلى ما توصل بيلحم اللي عنده مؤقتا، بس برضه بيتسرب. وعلى اي حال هو قرر انه هيشغل العربيه لاول مره. واخيرا الوحش فاق بعد اكتر من سنه مركون، وصوت الشكمان كان عالي جدا. استلم العجلتين الجداد وركبهم، ودلوقتي هيجرب الاورس لاول مره بره الجراج. كده شغل الميكانيكا وكل الشغل الصعب خلص. هيبدأ يغير كل الإرباجات لأن كلهم فتحوا في الحادثة. فك فرش السقف عشان يوصل للإرباجات اللي على الجنب. الإرباج الواحد الجديد سعره 345 استرليني. بيركب الإرباج وبيرجع فرش السقف في مكانه. كده فاضل له الإرباج الموجود في الدركسيون. بيكون ليه كليبس من ورا، مجرد ما بتضغط عليها بتطلع من مكانها على طول. كان مجهز الإيرباج الجديد، وصل الفيشه وركبه في مكانه. وصل جهاز كشف الأعطال، وبيكون العطل الموجود ليه علاقة بأحزمة الأمان. الأحزمة بتعمل لوك لما تعمل حادثة، ودي بتكون وسيلة أمان. شال الكراسي وخرجها بره العربية، وبيفك مكنة الحزام من مكانها، وعمل نفس الشيء في الكنبة الخلفية. بعتها المكان عشان يصلحها، لأن تكلفة شرائهم هتعدي ال 1500 استرليني. اشترى رفرفين جداد، وركب الفريم المعدني بتاعهم في شاسيه العربية، وكمان غير المفصلتين بتوع الكبوت لأنهم اتنوا جامد بسبب الحادثة. وصل له كبوت مستعمل بنفس اللون، ركبه في مكانه. العربية ملامحها بدأت تبان. وقبل ما ندخل في شغل السمكرة والدهان، بعت لمركز متخصص لتغيير الزجاج الأمامي. شال الزجاج القديم وحطوا سيليكون عشان يلزقوا الزجاج الجديد، والخطوة دي كلفته 185 استرليني. وكمان كان وصل له فريق السمكرة والدهان، صنفروا البابين والرفرفين وكمان رشوهم. وصل له أحزمة الأمان بعد ما تصلحوا، وكان غيرهم للون الأورنج، ولونهم جميل الصراحة. بدأ يركب أحزمة الأمان وفك قطع كتير جدا، وكرر العملية دي مع تركيب كل حزام. وفي الآخر وصل كل فيش الكهرباء. بيوصل جهاز كشف الأعطال ومطلعلوش أي عطل. بيفتح الكونتاكت عشان يشوف علامة الإيرباج وهي بتختفي، وبالمرة بيدور العربية. بيبدأ في ضبط نظام التعليق. تعليق الأورس بيعتمد على الهواء، وبيكتشف إن حساسات المستوى الأمامية فيها مشكلة، وتحديدا تيلة الميزان اللي بتنقل الحركة من العفشة للحساس. فبيبدل السنسور وكل حاجة بترجع مظبوطة. فتح الكبوت عشان يركب الفوانيس الأمامية، وأنا ما أعتقدش إنك مستعد تسمع الرقم اللي جاب بيهم الفوانيس. اشترى الفانوس الواحد من لامبورجيني ب 4800 استرليني. أنت بجد متخيل الرقم اللي دفعه؟ بس بصراحة هو ما لقاش أي فانوس أمامي بنفس الكود بتاع العربية مستعمل، فده اللي خلاه يشتريه بالسعر المجنون ده. أول ما ركب الإضاءة الأمامية اشتغلت على طول بدون أي مشاكل في البرمجة. جاب غطا للمحرك متعدل ومن الكربون فايبر. ركب انتيك كيت كربون فايبر بالكامل. الميزة الفنية هنا مش بس الشكل، لكن مواسير الهواء أوسع، وده بيزود الاير فلو للتربوهات، وده بيعلي القدرة الحصانية. كده مش فاضل غير الاكسدام الأمامي، بيبقى فيه أكتر من حساس وكاميرا كبيرة في النص. بيوصل كل الفيش وبيركب الاكسدام في مكانه من غير ما يواجه أي مشكلة. كده تكون مفكر إن العربية خلصت وهنقفل الفيديو، بس اللي هيحصل دلوقتي إن العربية تتحول ل 1 اوف 1 بتركيب وايت بادي كيت كربون فايبر بالكامل لأول مرة على لامبورجيني أوروس. الكيت بيزود عرض العربية 30 مللي من كل جنب. اللي مستغربه هنا إن الأوروس أصلا من غير أي تعديل تحسها معضلة. التركيب بيبدأ بالديفيوزر الخلفي. فك القديم وركب الجديد مكانه بكل سهولة، وكان فيه 2 سبويلر، واحد للسقف وواحد للشنطة، وباستخدام مادة لصق قوية لزقهم من غير أي مسمار. بعد كده تركيب الرفارف العريضة اللي بتتلزق في الرفارف الأصلية، ونفس الكلام على العتب الجانبي، وأخيرا السبليتر الأمامي.
وبعد ضبط الخلوصات العربية شكلها اتغير تماما وبقت أعرض وأشرس بكتير، وبعد تركيب الكت العريض الجنوط الأصلية غطست جوه الرفرف وشكلها بقى ضعيف. راحوا لنفس الورشة اللي صممت الجنوط قبل كده، عملوا جنوط جديدة بنفس التصميم لكن بأوفست يخلي الجنط ماشي مع وش الرفرف العريض. آخر مرحلة هيعملها للوحش ده هي الداينو. لمبة التشيك انجن كانت منورة بسبب الاكزوست الجديد، طلعت على الداينو أول تجربة طلعت 534 حصان، وده بسبب التشيك انجن. عمل ريماب وبرمج العربية تاني وطلعت على الداينو مرة كمان. النتيجة النهائية كانت مرعبة، 707 حصان و1019 نيوتن متر عزم. العربية دلوقتي جاهزة تماما وأقوى من الستوك بمراحل. وأخيرا انتهى تصليح الصاروخ الإيطالي، وبكده انتهى مشروع إحياء وتعديل لامبورجيني أوروس، العربية اللي مفيش اتنين اختلفوا على حبها. عايزك تكتب لي في الكومنتات انت متوقع انه يكون خسر او كسب في العربية دي بعد كل الميزانية اللي اتدفعت، ومتنساش تقول لي عايز الفيديو الجاي عن انهي عربية. وبس كده، سلام.